أعتقد أنكم بمجرد سماع اسم إسكوبار ستتبادر إلى أذهانكم صورة تاجر المخدرات الكولومبي الشهير الذي دوخ مكتب مكافحة المخدرات الفيدرالي الأمريكي في الثمانينات. ومن شاهد منكم مسلسل ناركوس مثلا مثلي قد يستحضر صورة المسلسل أيضا في ذهنه. لكن إسكوبار الصحراء هو شخصية أخرى شغلت الصحف ومواقع التواصل في المغرب مؤخرا بعد أن تسبب هذا الإسكوبار في توريط شخصيات سياسية ورياضية بارزة في المغرب. البرلماني عبد النبي بوعيوي وهو رئيس جبهة الشرق أو جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي، كانا من بين آخرين جر إسكوبار الصحراء أرجلهم إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء على خلفية اتهامات خطيرة على رأسها وكما هو متوقع تجارة المخدرات، طبعا إضافة إلى التزوير والنصب والاستيلاء على ممتلكات عقارية واستغلال النفوذ. فمن هو إسكوبار الصحراء هذا؟ المعلومات المتداولة تفيد بأنه يدعى الحاج أحمد بن إبراهيم، وهو من مواليد عام 1976 في منطقة كيدال الصحراوية في مالي، من أم مغربية وأب مالي. كان يعيش حياة بسيطة تقليدية كراع للإبل، وهي مهنة ورثها عن والده. صحيفة جان فريك الناطقة بالفرنسية سلطت الضوء على القصة الكاملة لهذا الرجل، والذي وصفته بأنه أكبر بارون للمخدرات في إفريقيا. والقصة باختصار تقول إن الحاج أحمد صادف يوما رجلا فرنسيا تائها في الصحراء فقدم له المساعدة، ومن باب رد الجميل أهداه الفرنسي سيارة، فقام الحاج أحمد ببيعها وأرسل ثمن هذه السيارة للرجل الفرنسي الذي رأى في هذه الفعلة مدعاة للثقة بالحاج أحمد، فقرر إشراكه في استيراد وتصدير السيارات بين أفريقيا وأوروبا. ومن التجارة بالسيارات انتقل الحاج أحمد إلى تجارة الذهب، وهذه القصة أيضا روتها وسائل إعلام مغربية. تذكر تلك الصحيفة كيف تطور نشاط الحاج تدريجيا ونسج شبكته في منطقة الساحل والصحراء، ورسم خرائط هذه الشبكة، مما أتاح له الانتقال إلى مستوى جديد. فبدأ بتجارة المخدرات عبر نقل الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى غرب إفريقيا. وبحسب جان فريك فإن إسكوبار الصحراء عاش حياة الترف، حيث امتلك جزيرة خاصة في كينيا وعقارات في البرازيل وروسيا وأرضا في بوليفيا وفيلا فخمة في الدار البيضاء، كما امتلك حصة في فندق فخم في ماربيا بإسبانيا، إضافة إلى أملاك أخرى. علاقة إسكوبار الصحراء بالمغرب بدأت في عام 2010 عندما كون علاقات مع جهات متنفذة لتسهيل عبور المخدرات إلى ليبيا ومصر وموريتانيا ودول أوروبا، طبعا عبر المغرب. في عام 2015 قبض عليه من قبل الدرك الموريتاني بعد مطاردة في الصحراء الموريتانية على الحدود مع المغرب، وكان في سيارة تحمل 3 أطنان من الكوكايين ومبالغ مالية كبيرة، لكن أفرج عنه بفضل علاقاته ليعتقل مجددا أثناء محاولته مغادرة موريتانيا، وليقضي 4 سنوات فقط داخل السجون الموريتانية بعد دفعه الكثير من المال للإفراج عنه، كما تقول جان فريك. وبحسب ما نقل عنه فإنه أثناء إقامته في السجن الموريتاني استولى شركاؤه في المغرب على بعض أملاكه في الدار البيضاء وغيرها، وبعد خروجه من السجن تملكته فكرة إعادة مكانته واسترداد أملاكه في المغرب وفي الأماكن الأخرى، فأقنعه شركاؤه بأنه في أمان إذا أراد أن يعود إلى المغرب ليسترد أملاكه، لكنه تفاجأ بأنه أوقف في مطار الدار البيضاء في عام 2019 لينتهي به المطاف في سجن مدينة الجديدة. توقيفه في المطار بعد دخوله إلى المغرب جعله يشعر على ما يبدو بالخيانة بحسب جان فريك، وأخذ وقتا طويلا وهو يفكر في طريقة للانتقام من شركائه الذين خانوه كما قال، فقرر تقديم شكاوى ضد قائمة من الأسماء ضم شخصيات عامة في البلاد، في مقدمتهم النائب عبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية للمغرب، وهو أحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي، وسعيد الناصري وهو رئيس نادي الوداد المغربي، والذين اعتقلا مع نحو 20 آخرين. المحامي هشام قصبي في هيئة الدار البيضاء يوضح الإجراءات التي قام بها الوكيل العام للملك بإيداع الناصري وبعيوي وغيرهما من السجن
وغيرهما من المشتبه بهم في سجن عكاشة على خلفية ملف إسكوبار الصحراء. لنستمع. 25 مشتبه به تم تقديمهم أمام السيد الوكيل العام، وأجري استنطاق من طرف السيد الوكيل العام. الوكيل العام قدم ملتمس للسيد قاضي التحقيق من أجل متابعة المشتبه بهم 25. 4 منهم تم إحالة المسطرة من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث. 21 مشتبه به سيحالون على السيد قاضي التحقيق. المعلومات اللي خرجت لنا بأن السيد قاضي التحقيق التمس إيداع 20 مشتبه به. من سمع وشاهد أحداث قضية إسكوبار الصحراء علق على القصة قائلا. نور الدين مثلا قال: أنا ودادي، يعني يشجع نادي الوداد، وأنا مع تطبيق القانون، واللي دار الذنب يتعاقب. من مصلحتنا حنا كشعب تطبيق القانون ضد أي شخص يكون شكون مكان. الحمد لله الوداد فريق كبير وعنده قيمة كبيرة سواء على الصعيد الوطني والقاري. مشان نصيري الوداد ما غداش تموت لأنها عندها ولادة. حسان قال: هذه القضية تفضح حجم الفساد والفاسدين في بلدنا الحبيب. كارثة كبيرة بتواجه نادي الوداد البيضاوي المغربي، أحد أكبر أندية كرة القدم في إفريقيا، بعد اعتقال رئيسه سعيد الناصري بتهمة الإتجار في المخدرات. رئيس النادي اعتقل الخميس، وقاضي التحقيق استجوبوا يوم الجمعة واعتقلوا بعدة تهم، بينها التزوير في محضر رسمي وعقد اتفاقات تتعلق بحيازة وترويج مخدرات واستعمال شيك مزور وأيضا تبويض الأموال. وعلى فكرة مو بس هو اللي لوحده في القضية، لا، في معاه كمان 25 متهم، 21 منهم رهن الاعتقال ومن ضمنهم مسؤولين. الله يرحم الوالدين. الدراما في القصة كشفت تفاصيلها صحيفة فرنسية، قالت أن اعتقال رئيس النادي سببه اعترافات المالي بارون المخدرات لقضية شاغلة المغرب وعدة دول أخرى كمان. خليني بس أنا أحكي لكم هذه القصة، أنه في واحد أصلا اسمه أحمد بن إبراهيم، هو هذا اللي ملقب بالمالي لأنه مواطن مالي من أصول مغربية، وملقب كمان بإسكوبار الصحراء نسبة لإسكوبار طبعا تاجر المخدرات الشهير. فهذا عاد سموه إسكوبار الصحراء لأنه أكبر أباطرة المخدرات في أفريقيا. إسكوبار الصحراء هذا من سنين في ضده مذكرات اعتقال للإنتربول، ومن قبل 4 سنوات في مطار محمد الخامس الدولي في مدينة الدار البيضاء انقبض عليه وحكم عليه القضاء المغربي ب10 سنوات سجن، ومن هذاك الوقت هو داخل السجن طبعا. وكان بداية تاريخ محاكمته بيعود لسنة 2019، ولكن لازم ننوه أنه المالي دائما كان بيأكد براءته. على العموم وهو داخل السجن توصل لنظرية انه انمسك من بعد ما عملوا له شركاء وكمين علشان يتربعوا كده مكانه على القمة ويستولوا على ممتلكاته. فهنا عاد قرر انه علي وعلى اعدائي، وراح كب العشاء وفضح اشخاص بالجمله، من ضمنهم اليوم اللي هو رئيس نادي الوداد وشخصيات بارزه في عالم السياسه والرياضه. اعترافاته جابت راس 80 شخص بينهم ضابطين، وكمان تمت اعاده 4 ملفات متهمين اخرين، يعني اعاده فتحهم للفرقه الوطنيه من اجل تعميق البحث في الملفات حقتهم هذولي. اعتقال رئيس الوداد طبعا عمل جدل وانقسام في الشارع المغربي، في اللي بيهلل وبيرحب بملاحقة المجرمين والفاسدين وبيتمنى انهم ينالوا عقابهم، وفي اللي شايف كمان انه الموضوع لا،
مؤامرة، ومن هدول على فكرة شريحة واسعة من جماهير النادي اللي شايفة أنه في مؤامرة لتشويه سمعة النادي، وتساءلوا حتى عن التوقيت وقالوا أنه كأس الأمم الإفريقية في يناير بعد أقل من شهر، والاعتقال والاستجواب جايين الآن.